المدرب سامي طرابلسي أعلن عن قائمة اللاعبين المستدعين لمباراتين القادمتين ضد ليبيريا وملاوي في تصفيات كأس العالم 2026. بمفاجأة تم استبعاد حارس نادي الترجي الرياضي التونسي أمان الله مميش بسبب انخفاض في المستوى، في حين تم استدعاء حارس عبد السلام الحلاوي وسامي هلال لأول مرة في المنتخب. فما زاد غيابات مؤثرة بسبب الإصابة، ثم حمزة الرفيع زاد يوسف المسيكني، في حين عادت أسامي للمنتخب مثل فراس شواط ونعيم سليتي بعد غياب طويل على المنتخب. باش يعمل تربص تحضيري في مدينة طبرق نهار 20 إلى 23 مارس استعداد لمباراة ضد ملاوي. يواجه المنتخب الشك في حراسة المرمى بعد استبعاد أمان الله مميش، ولكن تم استبعاد زاد الحارس غيث اليثني، هو تقريبا بالنسبة لي أنا أفضل حارس في بطولة تونسية. ورينا في التربص هذا عدم استدعاء ولا لاعب من نادي الترجي الرياضي التونسي، وما قالوش شنو هي السبب. هنا نكون وصلنا لنهاية المقطع، ما تنساوش تحطوا اللايك. سامحوني الولاد على معناها عندي برشا ما صورتش فيديو، قلت في رمضان السنين باش نعمل حاجات باهية، اما على غالب ما جانيش الوقت ودخلت على زي الدفوارات وفازات، فسامحوني ان شاء الله تو باش نرجع بالقوي.